كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا في سنته انجلى نوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سلطحة تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية تيولجين ديوش صدوش دروه. المبحث الثالث قوزلغ آغوه: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار. كرس ناغتا ليلو مجشيول يا ليلو رواجب دولشول يقمتك مما لا يدخل في الولاء المحرم. حارم دولشو جرقلو ليلو ورنا يقدوغش دوش حارم شرع حارم دين دول جرقلو ليلدر دوي أت يقدوغش دوتوشا كرس ناغتا ليلو مجشيول يقمتك يا ليلو رواجب دولشول يقمتك يتوش داق دوار. بعد أن بينت حكم الولاء والبراء. الولاء والبراء حكم ويبلغل دين شلطحة، ومظاهر كل منهما تشني بلغلونش ويبلغل ينشلطحة. أحببت أن أبين بعض الأمور تحتهما بلغل دلأم خلرسة التي لا تدخل في الولاء المحرم. حارم دولشو جرقلون يقدوغش دوش دول، والتي يجوز يمجش دول أو يستحب يسنة دول التعامل بها مع الكفار. تارتاني أز هم نشتاني أز بح نشتان أز بلشتان كرسنا سقمت كليلوا. والتي يجوز أو يستحب التعامل بها مع الكفار كرسنا ليلو مجش يليلو سنة دولش دول. وأنا أذكر أيضا حول أمخلسة ما يجب لهم على المسلم بصول استقى تسير حقيحة لرد ديش درك لرد رواجب درك. وقبل أن أبين هذه الأمور إجدوزيت لي حلخة ينبغي أن يعلم متعي من خأدي يشدو أن الكفار ينقسمون إلى 4 أقسام. كيرسناخ بإيديقي بيغلوش خلال. القسم الأول حلخر داق المعاهدون. معاهدون أولش بول كيرسناخ بو إشملش بو، وهم الذين يسكنون في بلادهم. شي مخكع بيغش بول كيرسناخ بو إش وبينهم وبين المسلمين ثاني بصل ناغن يقح عهد وصلح وهدنة مصلحتي برتي ماشر بولش. وذلك ككفار قريش وقت الصلح الحديبية. حديبية ماشر بن شخيناحة خلبولو قريشي كسناه بوي إش سن تير حال سن حال دقر معاهدون شحال. وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا هو زامن شعيول شلو هو زامن شعيول شل كست بچ حلقشي تير حال سن التي بينها وبين الحاكم المسلم. تاني بصولنا كيوغل خوشن يقح الذي يخضع المسلم لسلطانه. بصولنا شيكيوك اللحبولشولو عهود وسفارات برتش وكلش كونسولست وشيولشول أجل. وككفار الدول الكافرة في عصرنا وإذا من جوح كرست بچ حلقش كعبولشول كرست نخسن التي بينها وبين الحاكم المسلم. تانية بصول ناكيوغ الخوشن يقح ملو بصول ناكيوغ الخويز الذي يخضع المسلم لسلطانه. شيكيوغ لا بصول ناخبولش والبصول ناكيوغ الخوقز شيكيوغ لا بصول ناخبولش والبصول ناكيوغ الخوشن شيني يقع عهود برتش وسفارات حيل كونسوس وسيوش مثلا بالي توش معاهج ببوتوش. فيجوز أن يصالح المسلمون الكفار على السلم. بصوب نيخة بقويو كرسنا ثاني بيرت بغاء ما شرباء وترك الحرب طمست باء.
إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين نقع سنة بصودنا عن مصلحة دلح تنجح. قال الله تعالى هند ألشي سيلح ويش الله قرآن شو ألدو وإن جنحوا للسلم نقع إش ما شريحة تعح ما شريحة توجح فاجنح لها حق ما شريحة حق توج ما شرنته ما شريحة وتوكل على الله الله هنتقبل إنه هو السميع العليم بقلاء إذا خزرك هو أرجو. القسم الثاني شزلو داقة الذميون ذميون شؤولو كرسنهبو وهم الكفار فإشا كرسنهبو الذين يسكنون بلاد المسلمين بصوبنا محكح بيخشبل وصالحهم المسلمون بصوبنا شيز بن ماشر بلوش على أن يدفعوا للمسلمين الجزية تار بصوبنا غنا يسق تقريولش جزية نلوك تقريولش فيجوز السماح للكافر الموجود أصلا في بلاد المسلمين شي أصلا قحدين بصوبنا محكع ورش والكرستقوي تن بقوا يليشيو أو في بلاد يحكمها المسلمون إشتا بصوبنا كيوغل ديشبول محكشكع والكرستقوي تن بقوا يليشيو بالاستمرار في سكن بلاد المسلمين أز بصوبنا محكع قدع واغ بقوا يليشيو تن سوى جزيرة العرب عربي غير يحجح أرابسكي بولوسترو يحجح كما سيأتي سنودك يعدو يسردوه وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين إجبت مجشدو بصوبنا مخشكا نقع سارة جزية وحي الشلح. قال الله تعالى تحقق سيلح وجه الله بوغ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تنبيه إما تدلش بولشارت الله هي آخر ديني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الله ها تن يلشنو حارم دينك حارم تديش بولج ولا يدينون دين الحق بقدل دين تليلوش بولج من الذين أوتوا الكتاب شيء جين دل شاريخ بول يعني شيء جين دل شاريخ بولو بقدين تليلوش الله يلشنو حارم دينك لر تديش الله آخر دين إيما تدلش بولشاست وانبيه حتى يعطوا الجزية عن يد شيء كيوغ تار يسق يوي إز تقلت شيء كيوغ تار يسق تقبيل بلت شيء كيوغ جزية تقبيل بلت وهم صاغرون غيل ونحبلش سيسز بلش متحبلش. القسم الثالث قولوا طيب كرسناخ المستأمنون شينا قير مزل يلكرسنابو بزباسنس يلبول كرسنابو وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين إشا بصوبنا مخك تشوبوش بالكرسنابو بأمان من ولي الأمر بصوبنا كيوغل خوي تو مارشولوش تو قير مزلقلوش أو من أحد من المسلمين يبصوبنا تحمشين قير مزلقلوش يعني بصوبنا كيوغل خوشو تحن أمان يل بصوبنا مخك والو إشو كرستق إشتا بصوبنا مخك بيش بالبصوبتك ملخص عن بصوبتك والو يشيرشو. فيجوز السماح للمشرك مشرك تغن بقوة يليشيو بدخول بلاد المسلمين بصوبنا شحر شواء والإقامة فيها فترة مؤقتة تجحت عن خنن ستا للتجارة يوحكي يتليلوش أو للعمل يبلغن ونحوهما إشتا إشي سندولش قدول غلقشنا ما تسمكشتب إذا أمن شرهم تاجر بوخم بيربات التيشن بلح وضررهم على المسلمين تاريخ بصوبنا غن زيدير دات التيشن بلح. قال الله تعالى سيلح وجه الله بو قرآن شوح وإن أحد من المشركين استجارك نجح مشرك وحوغا لجقيل كالحروليل يخح فأجره لولحتن لجقيل كالحروليل حتى يسمع كلام الله تن الله قمل خزئت خلي ترحم حتى يسمع كلام الله تن الله قمل خزي ترحم ثم أبلغه مأمنه تلدح قيرا بوتشولج متي واقز
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هندالشي بودني أدمشتوش تسخوش أدمشتوش. وهذا الأمان تقوزح يتشولي أمان إقير مزل يلر تيشن بلر بزباسنس يلر يعرف الآن هق زامن جوحا مثلا دويش همدوقز بتأشيرة الدخول تشوغشل ويز ألش تشوغشل ويز أل مثلا دويش همدوقي هنزا بزو بچ حلقوشي تشوى لوشل أماني تن معنى يق ويزنو ويزيات ويستثنى من ذلك كرسنا غنا أمان تاني تشوباك بقولوشتول أزمخكش خيوق يربحكن بوحونا جزيرة العربي عربوي أخ غيري أرابسكي بولو أسرو إسكلشتينيون فلا يجوز دخولهم لها كرسنا مشركنا تشوباك يشولشبات إلا للحاجة تنحشتنا بين ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها تيجع باخا وخوشة بقوة يلا إيشيات سارن لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته هند ألشي إلشنو شالش خينا ألدو أخرجوا المشركين مشركنا أرباخ من جزيرة العرب عرب وأخ غيرين دير. رواه البخاري ومسلم حديث بخاري مسلم قالين شاشن جينح. ولقوله صلى الله عليه وسلم إلشنو قيج حديثة الله لا يترك بجزيرة العرب دينان شيء دين لاتي تيشورشتات ستي تيشورشتات عي تيشورشتات عرب وأخ غيرنجح. لكن إذا كانت هناك حاجة أما نجح صندوقا صحشت دلع تدعو إلى دخولهم شبالو بيش لهذه الجزيرة أخ غيرين فلا بأس تأقم نوقلويات كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها. بيامر عليه الصلاة والسلام خيبر خلب الجكتي بوي تان مجم مجيتر تجح صوتا تجح هند للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها تار تجح بين بوخ بوي أزبالخي جوخ حشت خلديل تار تجح بين بوخ بوي تنج جوخ حشت خلديل. ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه عمر أس خيبر الآربح ناش مس لما زالت الحاجة إليهم تارك دول حشت عدالش إيش أس ماخكح بيامر زامن صلى الله عليه وسلم يشتخل دول غلق دوي إيش تيجع بوخ بو يشتخل دول غلق إد عدالش عمر ماخكح بحناش. وعليه أسوي ألشنغ ويحيشيش فلا يجوز استخدامهم إكسنا مشركنا بالو يشوش باتحون إلى جزيرة العرب عرب وأخ غيرينغا كعمال بلويسن أو خدم يغلق ويحدلشسن أو سائقين يمشينش ليلوش وديتلش يعني كاك وديتلي أو غيرهم إشتا قدولش بلشنا بالو يشيات مع وجود من يقوم بعمله من المسلمين نجح سنة بصوبنا أن يقع سارة بين بول إبولخا بين برش بلح. القسم الرابع ديوزلو داقة الحربيون حربيون شبو وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفار قل حالها ويديتن دول كسني قداق دوي إذا دوتسوش بيولنش بهرش. فهؤلاء يشرع للمسلمين أصنع حقيقة بصوبنا غن مشروع دو جهادهم تاج جهاد درء وقتالهم تاج طوان برء بحسب الاستطاعة شيء نسقي حج. قال الله تعالى سيلا وجه الله بو قرآن جوح فإن لم يعتزلوكم نجح الشيخ يغات بولح نجح الشيخ يغات بولح ويلقوا إليكم السلام تاشوك ما شرط قود بح ويكفوا أيديهم شيكوكش تار ستأتدح فخذوهم واقتلوهم تصعلاتي بيئش حيث ثقفتموهم شيء إشا متشن هاكر باغحا وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا قاقش بالقلدلو تيشل دل أوشنا تاندحل. أما الأمور التي تجب للكفار أما الأمور فغلق يهدك ديتك التي تجب للكفار غير الحربيين
على المسلمين بوصلنا عن دحل طنبش بولش كسنا غنا بوصلنا لرد ديشتل. أما الأمور التي تجب للكفار غير العربيين على المسلمين بوصلنا عن دحل طنبش بول كسنا بوي سير حقيح بوصلنا لرد ديش درجة. فمن أهميات سنخ كويرتنك تعا حماية أهل الذمة. أهل الذمة أولش بولناه لربردو بوصلنا واجب دو أهل الذمة لربر. والمستأمنين إشتا شين قير مزل يلبول كيرسنا بوي إش لربر واجب دو بوصلنا عندها ما داموا في بلاد الإسلام إش بوصلنا شهر كامل بو. وحماية المستأمن إشتا شين قير مزل يلبول كيرستا قوي إذا لروا بيشو بوصلنا إذا خرج من بلاد المسلمين نقاسني بوصلنا مخكر أرول شولا حتى يصل إلى بلد يأمن فيه تنتجح تيشن بولش قيرن بوشل شحري دقاتشلز. قال الله تعالى عند سيلع وجه الله ألا وإن أحد من المشركين استجارك نقاسن تحن مشرك وحوغا كالحرولي الشينيخح لجقي ليغا فأجره لولحتن كالحرولي لا لجقي لا حتى يسمع كلام الله تن الله قمع الخزي ترحم ثم أبلغه مأمنه تصدع تنتيشن بولشلتش متي واقز دقات ويز. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا إجبودن النخلردو تخوش نخلردو حال خرنك إدو كسنا غنا بصومنا لردر واجب دك شولونك العدل عند الحكم فيهم تان يقع حكم دشخين عنيس وير واجب دو بصومنا. وعند الحكم بينهم وبين المسلمين تاني بصونا نقي تسعهم دوجع دوج حكم دشخين عنيس وير واجب دو. وبين بعضهم بعضا تان شين يقي تسع دوجنا حكم دشخين عنيس وير واجب دو عند وجودهم تحت حكم المسلمين بصونا كيك يلا عجبول شخينا بصونا عيدل دولش عجبول شخينا. قال الله تعالى سيلع وجه الله قرآن شعما قال لي ولا يجرمنكم شنآن قوم تحناخ تبيزر وشو مدقيل على ألا تعدلوا نيسو تيرنده يعني تحناخ تبيزر نيسو تيرنده مدوخيل شو يعدلوا نيسو يشخله هو أقرب للتقوى ديله خيرا جرق دشون إذن واتقوا الله خير إن الله خبير بما تعملون الله خؤشو أشديرك ليلور. ومعنى الآية آية معنى إشدو لا يحملنكم بغض قوم تحناخ تحقم تديزر وشو مدقيلة على أن لا تعدلوا نيس وتيرنده عند الحكم فيهم تان يقع دوج حكم دتشخينه أو بينهم وبين غيرهم يتاني قيتاني يقع حكم دتشخينه بل يعدلوا مخلقة نيس وإيه فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى هند ألشي نيس ويرسي لحوج الله قيررا جرقدو. والعدل إنما يكون بالحكم نيسو يرخلشدو ستنبرت بما جاء في كتاب الله تعالى سيلع ويش الله كتاب تعدل شنساء وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تنا بيامري محمد بيامري سنة تعدل شنساء قصلانك بصوبنا كسني حقا لردر واجب دولشخ دعوتهم إلى الإسلام إش إسلام ديني قيقردو. فإن دعوة الكفار كرسنا عن دعوة در فرض كفاية على المسلمين بصوبنا عن دع فرض كفاية دو. وذلك تان دعوة دري بحنا لإخراجهم من الظلمات إلى النور بود نشكر إجنور يباخر حمدو ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا ناخنا إذا القلن يلهم مش عبادة تشرع مصوهم قلن يلج الله عن عبادة إيش تباغر حمده. وإن زار أو عاد المسلم كافرا نقعسا بصوبتك كستك والشي وهنح من أجل دعوته تن دعوة دردح فحسن تودينك ديكهم دو. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا في مرضه بيامر مواني عليه الصلاة والسلام تنقش خلوالو تجوكتي كانت والشي تهوات ودعاه إلى الدخول في الإسلام
تو إذا إسلام دين شو قيقنا فأسلم وقو إسلام دين تألسنا. رواه البخاري. حديث بخاري دالين دو شيجيني جوح. دي أزلانيك بصولنا غنا كرسنا حقيقة يحدول شو دي قريح دي أولنيك يحرم حارم دو إكراه اليهود والنصارى والمجوس جكتشنا نصارشنا مجوشنا نصبر على تغيير أديانهم شيدين خيسي تردع. جكتشكا نصارشكا مجوشكا شيدين خيسي تردع نصبر حارم دو. قال الله تعالى هنا جسي العوج الله قرآن شو عالدو لا إكراه في الدين دين يعني نصبر ذات. قد تبين الرشد من الغي نيسو بلغل يليو خارسونا اختلارخ. بسول تلا كسني حق علرد ديشتول شو دي قريخ بولونيك يحرم على المسلم بسول بسجن حارم دو أن يعتدي على أحد من الكفار كسناغن زينش بوغ مشبر غير الحربيين بسول ناغن دعلا طنبش بشبوي إشباتشان في بدنه تنديغنا بضرب توخرز أو قتل يويرز أو غيره ما يقنك درز. فقد روى البخاري هنداج إمام بخاري الشيجيني شعدار حديث عن عبد الله بن عمرو ديتنا مرفوعا بيامر إيلر صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بصوب ناعتاني برت بن بولشول برتع بولشول كرستق وينشونا بصوب ناعت برت بن والكرستق وينشونا لم يرح رائحة الجنة يلسمني حاجة قيتريات وإن ريحها لا يوجد أز يلسمني حاجة قيت يلش يحاء من مسيرة 40 عاما شو شرنيق نيقا بوخل شو شرنيق جينر وإن ريحها لا يوجد أز يلسمني حاجة قيت يلش يحاء من مسيرة 40 عاما شو شر جينر. وروى الإمام أحمد والنسائي إمام أحمد نسائي الشاشنجيني تعدالنا عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يلشن أصحابي عن استقديتين دول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يلشن إيدر أل من قتل رجلا من أهل الذمة نجحت عم أهل الذمة ذمة أهل نحو استقويح لم يجد ريح الجنة يلزمني حشقية رياتون. يلغزدانك بصولنا كسني حق علرد ديشتوش دي قريخ يحرم على المسلم بصول تغن حارم دو أن يغش أحدا من الكفار كسناخ عيغبر ليبر غير الحربيين بصولنا عندو طنبش بوسرش في البيع يوخكر يح أو الشراء يسر يح أو أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير حق إشت حارم دو بقوى يوسرش سير دهني يخصحهم سعيتر ويجب عليه أن يؤدي إليهم أماناتهم سار شيخ تيشين شيخ قعدتين دولشتلهم يغدي يجدر واجب دوسن. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هندال شيء بأمر إير الديسن نق حديث يح ألا للتنبيه دو ألا من ظلم معاهدا نقع سنسعم بصوب ناغتا برت بن والستغن ظلم دح يعني بصوب ناغت برت بن أجمل معاهد وق يا زمي وق يا مستأمن وق أو انتقصه يتوتن حق يشدح أو كلفه فوق طاقته يتوتن نتق تقوش بالبوخت تبلح أو كلفه فوق طاقته تو واحد اللي ديشتولش هم نخا تو نتق تقوش دق واحد اللي تح تو نتق تقوشش تو دل ديشتولش صوت وتنجا تو واحد اللي ديشتول دخني واحد اللي تح أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس إريزا أوش تندخني يخصحهم تقسع يتسح فأنا حجيجه يوم القيامة فأنا حجيج ستن دوخو خيرو قيمتينا ورهزلانك يحرم على المسلم بصوب سجن حارم دو أن يسيء إلى أحد من الكفار كستجن هو بوخبر غير الحربيين بصوب ناغن دو حطوان بش بوشبل بالقول أولستوش دشسا ويحرم الكذب عليهم تارنا بيش بوتر حارم دو لعموم قوله تعالى هند الشيء
سيلح وجه الله هغدش نشي تشولاتن بوي أزيق دوغش دوز وقولوا للناس حسنا ناخي خزنك ديكنك آلش آلدول بل ينبغي له مخلق بسلطة يحدو أن يلين القول لهم شاتك تعوج خناحة كيدو آلر وأن يخاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق شاتك قميال ديش خناح لقرج غيل قشتاني قميال در مما ليس فيه إظهار للمودة إش بيزر تشلاتم قويش قمال إتخيلش حاني وليس فيه تظلل لهم سانحست ولا تشلاتم بوش قمال تخيلش حان ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه بسوق استقو إشيلا غولي خيش ديش قمال إتخيلش حان برهزلونيك يجب إحسان الجوار لولح خزو آخر واجب دو لمن كان له جار من الكفار كسنا غشي لول خولشن غير الحربيين بصوبنا عنده الطنبش بوشبل مو بكف الأذى عنهم زيت سدي الشول شيلول عويش والش كرستن ويستحب إشتا ديكلورش دو أن يحسن إليه شيكس لول خولحتن ديكدر بالصدقة عليه إن كان فقيرا نقع سنقيه ولحتن ساعدلرت وأن يهدي إليه يتن صوغترت وأن ينصح له فيما ينفعه يتن بيدي حخير دول شمان تتن حيخر در سويت دلر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هندالشي إلجن هغدشنشي يقرج قيت من كال دوخش دوز ما زال جبريل يوصيني بالجاري جبرائيل مليكو خدز وسيج درسيق سيلول خوچنسا ديك خلال حقيح حتى ظننت سو خيتش تأولش أنه سيورثه لول خوچو شي إرس يسردق شاويل جال شي ويرس خل خطروق إزال إي خيتلوش متفق عليه إسوزلانيك يجب على المسلم بصوت تغندع واجب دو أن يرد السلام على الكافر كرستقو ديل دول سلام سعيتر فإذا سلم على المسلم نقعسان كرستقو بصوت تغي سلام دلع بقول السلام عليكم ألدش نشولش وجب على المسلم بصوت تغندع واجب دو أن يرد عليه توديل دول سلام سعيتر بقوله هقدش نشتاني وعليكم أل فقط قطعه ما تقولش لقوله صلى الله عليه وسلم هم داج الله أن يلشنو ألدق إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا شيء كتاب أهل نهبولشار سلام له أشآل وعليكم آلي متفق عليه متفق حديث دوز لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر بالسلام عليه أما دحر شاد عدل مكش دات كستجي سلام لقوله صلى الله عليه وسلم يلشنو ألديل لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام جوكت أشكاء نسى أشكاء أشحلق سلام دعملوه رواه مسلم ويجوز للمسلم اشتا بسلطة مغوشدو أن يتلطف بالكافر كستغن تنبر فيناديه بكنيته كنيات إذا أولش محتو غرأ ويسأله عن حاله حال موضوع حال تنشي حلقة ترأى وحال أولاده تنبيري حلقة ترأى ويهنئه بمولود ونحوه تنبير دينع إشتول تندوز لا تخصخي ترخلحها ديق الورأة ويبدأه بالتحية كأهلا ونحوها مارش وغيلها اليا مارش وول بوغ سندوشتول دشنشتاني تن مارش الخطرأة إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك نقع سن شرع مصلحة دوي إتقع دلح الشرع بيلقى داقن مصلحة تنس يقمت ليل وريح دلح مكشتوز مثلا قال كترغيبه في الإسلام تنة إسلام دين خزد لي تردو إدياش دلح مكشتو وإناسه بذلك إشت إغلقش ليلين تنتاني يرتوين ليقبل الدعوة إلى الإسلام إسلام ديني ديشتل دعوة قوبل ديتا ويستمع لها أز دعوة لدويتا أو كان في ذلك مصلحة للمسلم إشت مجشتون لقعت عن بصول تغن إيغمت ليل ولع مصلحة تلح مثلا بدفع ضرر عنه إيغمت ليلج بصول تغن زيخر دوشدات تحتنجر أو جلب مصلحة مباحة له يبصول دينو مجين سعبيد خير بوش بلح ونحو ذلك إشت قدع كما يجوز للمسلم إشتا بصول تغن مجشدو
أن يعزي الكافر في ميته كستج جرجر سأولح تنكدن با إذا رأى مصلحة شرعية نجعسن شرع بصل دين دح شرع دح مصلحة قش دلح في ذلك إديش لكن لا يدعو لميتهم بالمغفرة أما تيرولشنا جشلر ديوش دعاء يشيات لأنه لا يجوز الدعاء هند ألشي دعاء يشمياتي لموت الكفار بالبلش كرسناغنا بالرحمة قنخية بيوش أو المغفرة جشلر ديوش. وعلى وجه العموم يقرش حيس بيع ألشي فإنه يجوز للمسلم بصوبتغن مقوشتو أن يتلطف بالكافر كستغن تنبر بالقول دشسا وبالفعل دشنسا الذي ليس فيه إهانة للمسلم نقعسن اشتيا لغمة ليلج بصوب تقسيس زيش هما إداتح عند وجود مصلحة شرعية في ذلك إدرح سشرع مصلحة دلع يحلات ويدل على جواز ذلك إمكش خلال بالقلدحون قوله تعالى سيلح ويشو الله هق دشنش لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بصل بناخ عبت كسناخ شيغانشي شي ناقصي شي دوتخي مبويلة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء اشتهم ديشوك الله تعا يغمت كيرشوات إلا أن تتقوا منهم تقاتا تاريخ لرد الرحم أشئ ديش داتح ويحذركم الله نفسه الله لرد لريقويقشو شيخ وإلى الله المصير درزي لا يشو الله والتقية آية عدوشت التقية هدحون ألشي إظهار الموالاة شا جرجل وليل واشخلر دوتخل ليل واشخلر ليل واشخلر تغل قشو داخش مع إبتان البغض والعداوة لهم دقشو حل دردو اشتبي زر سيرز مستخلا وعليه أستد يخشى فيحرم أن يتكلم معهم بكلام كسنا غيقم يلدر حارم دو يقصد به الموادة لهم إش بيزر معن شين شلاتس دول أي كسب محبتهم إش بيزر ستيوزور من غير تحقيق مصلحة شرعية سشرع يحل أستو المصلحة دوي إقوش دردو حق دوش قدا ويديس نشهدر بصل بستقوى كستق حقيقة لردر واجب درشتلو هم نشتر وهناك أمور قيتعت همشدو يباح أو يستحب للمسلم بصل تغن يمجش يمستحب درش أن يتعامل بها مع الكفار كسنا أختا تارجغ متكليلر منها تاريخ يجوز استعمالهم كسناخ برغلو إليتا مكشدو واستئجارهم إش ميخخ لا تأمكشدو في الأعمال بلغش بيت التي ليس فيها ولاية على مسلم بصول بستغن دحتير كيوغل در خير دوش بول بصول تغن دحتير كيوغل در خير بوش بول وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم كرستق بصول تغل لقح خلر تغل خلر شيت دوش دول يعني إش ميخل يتأمكشدو تاك بوغ يتأمكشدو أما إش كارتح بوتوش إش لقرع بوتش بوغ دوقز فيجوز أن يعمل عند المسلم تنديلا كستقو بوغ مكشدو بصوب دقوالشح في صناعة شيس بحيرل ديش أو بناء تغيشلو يش أو في خدمة يتغلق ديش فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريقة في الهجرة هند ألشي فيامرا مدينة هجرة تشخيناها شي نعقيتيتا ميخخ عبد الله ابن أريقة لسنق اشتا واستعمل يهود خيبر في أرضها خيبر رجوكتي بوي إشاء لسنتو إشاء ختينتو تقلت ليلودا ليزرعوها تارق ديديوش إلات ليل ديد ولهم نصف ما يخرج منها قيلات ليلوش بول أجوكتشنا تقر حال الجيلتنا أخيال خيردوش أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أما
بصوبنا تحتير كيغل خير دوشتول بلخش برا أو فيها اطلاع على أخبارهم يتان بصوبنا قيلين شقوش يرلو يزن يلو بلخش تارك بيتر فلا يجوز توليتهم إياه إتايب بلخش اشتهيتو كواتهيتو تيتاك بيتا مكشتات شوزلانيك يستحب للمسلم بصوب سجن مستحب الإحسان إلى المحتاج من الكفار كسنا حشتي والشنة دكدر كالصدقة ساد ورسنة على الفقير المعوز منهم تاني قيرة ساغني حشت ولو بيقرن اشتدوا وكإسعاف مريضهم تاني قيرة تنشخل شنة الليول درس غدر لعموم قوله تعالى هندالشي سيلح وجه الله هو قميلي شلات من كالدوخش دوز وأحسنوا ديك دي إن الله يحب المحسنين بقلا الله ديك دي رشدق بيز ولعموم حديثي حق حديثي شلات من كالدوخش دوز في كل كبد رطبة أجر ملخ سجع دولشولج همان أعديك ديش يالخلشون في كل كبد رطبة كبدين رطبة ميتشهم نغورشتون ألشي للحي أورشتو تاي دينهم يي شوح سدول شرشلهم يي تون الكائنات الحية تنخ أورشتو هنداج أدم دلاحقي يلوم يلا يلش تون ميجينش يقلوه تيد سهول تاقا تون دعوه دقلوه رواه البخاري ومسلم قصلانك مستحب صلة القريب الكافر جرجر ولو كستكس يقمتك لاتور يغمتك لريال مثلا ناج كالوالدين شي ديس نينتا والأخي شي وشيتا مو بالهدية صوت درتا والزيارة إشبولجي حشوة وارتا ونحوهما إشتتسوشي نختار دول بحنش ليل وارتا لكن لا يتخذه المسلم جليسا أما بصوب تقوى إيويزا ويش شي ناقوستن شي دوتغ من ليلو ويش واتسي وبالأخص قست مكشدات إز إذا خشيت فتنته أتكسنيرا تن تعبتن ديردوش دلح وتأثيره على دين المسلمين تو أتبصو تقدينا نبير بوشا عدقم خيسا بلح قال الله تعالى هندالشي سيلع وجه الله ألق وآت ذا القربى حقه جرجر حق دعلوه وقال تعالى في حق الوالدين سيلع وجه الله ألق دينين حقيح وإن جاهداك نقع سنسارشم حوز قوسم لحتبح على أن تشرك بي حوغا شيس شرك دي بوش ما ليس لك به علم تحقيح حوغا حق ديل يتسعى خام بوشتل فلا تطيحهما متعمق اللحتاشن وصاحبهما في الدنيا معروفة أما قدنيا نح ديكخل تاشنز واتبع سبيل من أناب إلي تخيغا بيرزين شيرا نيق تحواز دي أزلانك يجوز برهم تارنا ديك دا مكشدو مو بالهدية ونحوها صوغت درسي قدك دلرسي هندا لترغيبهم في الإسلام تيرا إسلام ديني مرزو يغيد أو في حال دعوتهم يتان دعوة تشخينة أو لكف شرهم عن المسلمين يبصوا ناغ تير زي بوهم دوقيت دوقتو غرهم أو مكافأة لهم تان صوغت ديش دلاء مكشدوز على مسالمتهم للمسلمين إشا بصوا ناغ مرش چقبوش بول ديلي وعدم اعتدائهم عليهم سار بصوا ناغ ظلمش دوستيل هندا ليستمروا على ذلك اشت استعش چقبوليد أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح الشرعية اشت اسحقين دولش هم نشتاني دوغش دولو قدولو تا شرع مصلحة يخدولو مشتي او تارقع مكشتو تار سيوق مثلية تان ديك دا قال الله تعالى سيلع وجه الله قرآن شو علق لا ينهاكم الله دوخكش داتشن عن الذين لم يقاتلوكم في الدين دين تول شيستمش تبين شارناء ولم يخرجوكم من دياركم شيء هسمشكر شو سداح شارناء أن تبروهم ديك درء وتقسطوا إليهم نيسوا للورتات إن الله يحب المقسطين بقى لا الله ندق بيز وز بيزن بوسش نيسوا للورش والبر هو
إتان دكدر بوك الإحسان إليهم تان دكدر دق بالمال داخنيتا أو غير يقدر جنسا والقسط هو تؤاية تعديشتو لقسط العدل نيسو للوردق أما إذا كانت الهدية من باب الصداقة أما نجحتان لشتو الصوغت دوتغل بحني على لشتلاح أو المحبة يأيويزن لشتلاح ونحوهما يأيشي سندولج بحني لشتلاح فهي محرمة أقحارم دو إصوغت قولانك يستحب إكرامه مستحب دو وتكستغ لارنبر عند نزوله ضيفا على المسلم إبصوب تغنى حاشا خلط أواسج كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفا على الكافر بصوب تغ كستغنى حاشا خلط أواس مكش مخلر لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته أما بصوب استغوي تنمكش دات كستغو شاقيقش وغر لما في ذلك من المودة له هندالكي يكستغ ويزر بحندوه ويزر قويتسو يلخزلانيك يجوز الأكل العارض معهم كسناعتا تعنلب النسدل دولو هم يأرمكشتو تعنقع نسلوشتو هم يأرمكشتو من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا وجليسا وأكيلا بصوتك وإكستغ شي دواتغ شي ناقوست تنشيني خيشوك وينا دهوة تشتغل جحان فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة اشتع يقر تويدوي تيجح كستكز سنوخي هم يايشتن أو وليمة عارضة يتعلب الهوتين تويدوخ أتحن قلائشو وأن يأكل مع خادمه الكافر تشي حدل شوي كرستول تنس هم يايشو أو في حال كون الكافر ضيفا عند المسلم إشتا كستك بصوتك والجحا حوش الله ولح تقاعد كستك سم يعيشيو أو إذا نزل المسلم ضيفا عند الكافر إشتا بصوتك حاشخل كرستن دوسن ولا تجح تنسان هم يعيشيو أما من غير قصد التحبب إليه بذلك شائهم درسا تنى شاويزي ترعال شو يوش ومن غير قصد للاستئناس به شائهم درسا تنتنب غير ترعال شو يوش أما إن جالسه بقصد التحبب إليه نقعسن إيه أسكستك تاني تنشاويزي نقط عال شو دوش وخي إنيح من غير تحقيق مصلحة شرعية شرع يحلس المصلحة قوش دعال شو يوش أو جالسه للاستئناس به يا تنريزا خل تنساني غد يخش بزوبتك وحينا فذلك محرم إزحارا من دندو وكبيرة من كبائر الذنوب دقيل شق وشقادو ورهزلانك يجوز التعامل معهم كسناس يقمت كليل ومكشدو في الأمور الدنيوية دنيا غلقشكا التي هي مباحة في دين الإسلام إسلام دين أحمقين دول فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود هندالشي فيمرأ ليلين جكتشتا يقمتك وبايعهم واشترى منهم ترجر إيسا إيسنتو تان يوحكا يوحكنتو ترس يوحكر إيسر ليلينتو كما يجوز للمسلم بصوب دقن إشت مجشدو أن يأخذ عنهم ترجر هم سعيتا وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين ترجر بصوبنا عن بيدحدك عامدر من أمور الدنيا دنيا بالخيخ مما أصله مباح في دين الإسلام نقع سنز إسلام دينيح مجين دلح وقد يكون ذلك مستحبا أو واجبا سحيول شخين شكح تاقر إهما عامدر مستحب دورش نسلردون واجب دورش نسلردون وقد ثبت حديث عبيلقل داقندق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال فيامر عليه الصلاة والسلام بدران قح كرباكين بالكست يسر شبات إشا يسر المقبورك شي قعدل أخش دوتش والجنة مخوتينك تعليم أولاد الأنصار الكتابة أنصاري بيرشنا يوز عامدر أش أنصاري بيرشن يوز عامدر ليش دولشن مارش دولو شوال برهزلانك يجوز للمسلم بصوب سجن مجشدو أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط كتاب يلو كرس ديالير إذا كانت عفيفة
إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها. إذا كانت عفيفة يوزد خلش عن زناش ديش خلش عن عند الأمن من ضررها تنقر زيخر داتسأل تيشم خلش حاني على الدين ديننا والنفس ديغنا والأولاد بيرشنا. قال الله تبارك وتعالى بيركة سيلع وزيولج الله بوخ اليوم أحل لكم الطيبات تغنى ديكهم نشحان الدنشن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم شيء كتاب دل شيرا دو اشتلهما شنحان الدو وطعامكم حل لهم شدوهما تانا دحانل والمحصنات من المؤمنات إزد مؤم زدريبوي إشاء شنحان البو والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم شو الحلق ديسين دول جينش دوي إشايك دل شيرا الزدري بالبر مجين دوشون. والمحصنة أس آية يح يتشلي محصنة مليحون ألشا هي العفيفة عن الزنا زنا للش الأزديون. وإذا كان الأولى للمسلم وإن كان الأولى للمسلم دلع بصوب تغن غول أحدد أن لا يتزوج بكافرة كرست سياليردو لأن ذلك أسلم له ولذريته هند التنا مرج خردو تن خردو غول خردو تنت أحيانا تن خردو تا غول خردو. ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله ريز خليلتون عمر ابن الخطاب بيحك بوخ بعد من تزوج بكافرة كرست ديالين شنجر وأمره أمر ندب بطلاقها. أمر دي نقصوة واجب سدش سنة دول عمر يتقال. أما بقية الكافرات غير الكتابيات كتاب أهلنا بوش بول قبل كرس زدريبوي فلا يجوز للمسلم بسلطة مكشتات أن يتزوج بواحدة منهن سارية ساعة يالير لقوله تعالى هند الشيسي العويج الله ألا قرآن شوح ولا تنكحوا المشركات مشرك زدري مبال بي حتى يؤمن سار إيمان دلالت. فإن تزوج بها نقعسن بسلطة كست زديال نسلحة فالنكاح باطل النكاح باطل دو نيستاز بإجماع أهل العلم مصو علمنا برت بلش. أما المسلمة طب بصل بزوجو دقوي آلشي فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره مجدات إكستق كتاب أهلنا بول شاريخ كرستق ولح قي شاريخ والكرستق ولح مجدات أن يتزوج بها تو بصل بزوديالر يعني بصل تغن كتاب أهلنا يولشول كرس زوديالو مجين دلع كرسنا عن إش كتاب أهلنا بلع بصل بزوديجر مجين دات بإجماع المسلمين بصل بنامسر برتبوش. إسوزلونك يجوز للمسلمين بصل ناغن مقوشدو أن يستعينوا بالكفار كسنا بوي ترق غديتا ترقر غلخة في صد عدوان على المسلمين بصوب ناغنا بيش بولتها بوهم بوغتو واردح بصوب ناغن تلتش بوغتو واردح وذلك بشرطين أساسيين شين شرط تاني مكشدهن إذا يعني بصوب ناغنا تاكسنا تلتا إش يغتوغا وقيش كسناغي غديت مكشدهن. الأول حلقر شرط الاضطرار إلى إعانتهم تيرغني تطري يلوش حشت خلديز تيرغو تخلش سدوش حشت خواتين خلديز بصوب ناغل. الثاني شوزلونيك الأمن تيشم خلاء بيز من مكرهم تار ميكر لو يريات ألا وضررهم تار زيخر دات ألا بحيث يكونون جنودا مرؤوسين عند المسلمين تار غد يشخيل شيء بصوب ناغ كوارتع بوش تار كوك يلع بوش داديش تتساري وتحت إشرافهم ومتابعتهم بصوب ناغ عنال ديش بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين ترجرة بصوب ناغن سعازي خير داشكي بر. اتزلانك يجوز للمسلم بصوب تغن مقوشدو أن يذهب إلى الطبيب الكافر كرست لورنت اوغا للعلاج تنج درب ديتا دربنا للعلاج دربنا إذا وثق به نقعسن إسنخ تيشوالح. اتزلانك يجوز دفع الزكاة زك دلاء مكشدو إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار كرسنا غخا شيدقنشك إسلام دينية أولاتي عالشو خلجان يجوز دفع زكاة زك دل مكشدو إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار وسكرسنا غخدونا شين إسلام دين خزدتان عالشو يلجان. قال الله تعالى سيل عويش الله ألا قرآن شوح
إنما الصدقات بقلا زكش دل دوغشدو للفقراء بيقشنا والمساكين مسكشنا والعاملين عليها زك تقول ديش دادو يقشتو تعبوغ بچارنا والمؤلفة قلوبهم تيدقناشا تديرزو لأم خلچارنا شيت تزلونيك يجوز للمسلم بصوب تغن مكشدو أن يشارك الكافر في التجارة كستكتا يحكر إيه سريع داقلات ديقحة يحكي سريع لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها أما تبيحكم بوتيقع أن يلي المسلم أمرها أصليلوش دول شو يحكي إيسان تحكي قل دي شوك بصوب تكخلويز أو يشرف عليها تنتح شوك بصوب تكخلويز هندا لألا يقع في تعامل محرم حارم دول يحكي إيسان دوي أتيق تسوج رحمة عند إشراف غير المسلم على هذه التجارة بصوب ووتسقوي إذا أصدوحكي إيسان تح شوك نصلح وتصريفه لها بصوب واتشو إليلوش خلح قد تزلونك يجوز قبول الهدية من الكافر كستجيرا صوت قابل دا إيشيو إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم نقعسن صوت كستجير قابل دا ريح بصوت تغن إيشم يسيسزلو يغيلو ياتح ولا موالاة منه للكافرين كستجتا تنتهوات كستغن تهوات ترتنز دوات غل جرغلو تودر داتح فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية هندك بيامرا قبل مدينة صوت من أكثر من مشركين مسيح مشرك تغيير لكن إن كانت هذه الهدية أما نجعسا صوت سوحن لشدله بمناسبة عيد من أعياد الكفار كرسنيغا دز دين واشخا تعدز دي بعناه كرسنيغا برازنك شتا برازنك بعناه فينبغي عدم قبولها تأخي قبول دا تسديز ديت تزلونك يجوز للمسلم بصوب تغن مكشدو أن يعمل عند الكافر كستقوي إول شعب والخبا ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار تبولش كسنا غوشخت يخ ليلوش بولو بولخبوي أتبلخ يقحا بولخبا إيشتن ويجوز أن يعمل في عمل إشتا بولخبا إيشو بصوب تغيير يديره بعض الكفار تبولش كسناغا قلن بول فيلم يلا شركة يلا لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية أما بصوب تقبقويات كرستنا شين ديش تلغلقش دوي إش ديش بولخبا يعني كستغن ليشني حدل شاخل بولخبا إش ياتسون لما في ذلك من إذال نفسه له هند ألشي بصوب استقو كستغن حلقة شاسيسز وشول ديل أستيح دول تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامي أرسل جين سيلح ويش الله هرجين بركة دويل قوين والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.